السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جد في العارضة. انتهى الموسم الكروي للنادي الأهلي في الدوري الممتاز المصري، وقدر النادي الأهلي طبعا يحرز الدوري العام للمرة ال40 في تاريخه. هنتكلم إن شاء الله على بطولة جديدة أو مرحلة جديدة للنادي الأهلي، وهي بطولة كأس مصر، ولينا موعد إن شاء الله، وهنتكلم عن تشكيل النادي الأهلي في مباراته القادمة إن شاء الله في البطولة القادمة، وهي بطولة كأس مصر أمام الداخلية. فاصل وهنرجع لبعض. عارفين طبعا النادي الأهلي أنهى الدور ال 32 من بطولة كأس مصر بالفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 6-0، وده اللي سهل المأمورية للنادي الأهلي ويديله دفعة قوية جدا منذ فترة طويلة لنيل لقب كأس مصر. الاهلي هيخش الماتش الجاي ان شاء الله، ده اللي هيتلعب يوم الجمعه القادمه اللي هو بكره الساعه 7 بتوقيت القاهره، هتتلعب بنسبه كبيره جدا على استاد القاهره. هتبقى المباراه في دور ال 16 بين النادي الاهلي وفريق الداخليه. هنتكلم ان شاء الله الفيديو دوت عن تشكيل النادي الاهلي المتوقع ان شاء الله لمباراته امام الداخليه. هنبدا كده بنبذه عن التشكيل الاخير اللي لعبه النادي الاهلي امام سموحه. كان في قلب الدفاع طبعا، كان في حراس المرمى محمد الشناوي، في قلب الدفاع كان موجود صبري رحيل وايمن اشرف ومحمد نجيب ومحمد هاني، وفي قلب نص الملعب كان موجود اكرم توفيق وحسام عاشور ووليد سليمان صانع لعب. ناحيه اليمين جوني اجاي، ناحيه الشمال احمد حمودي، وراس حربه مروان محسن. ده التشكيل اللي الاهلي لعب فيه امام سموحه، والمباراه انتهت 0-0. فالتشكيل ممكن هيتحصل فيه بعض التغييرات امام فريق الداخليه، لان احنا عارفين فريق الداخليه بيبقى متكتل في منطقه الدفاع، زي ما احنا عارفين المباريات اللي لعبها فريق الداخليه قبل كده مع الاهلي او في مباراته مع الدوري الممتاز المصري. فهيبقى في حراس المرمى محمد الشناوي، هيبقى قدامه في قلب الدفاع هيكون صبري رحيل لاصابه علي معلول لحد دلوقتي، هيكون في قلب الدفاع هيكون محمد نجيب وايمن اشرف واحمد فتحي ناحيه اليمين. في نص الملعب هيكون عمرو السوليه وحسام عاشور، وفي نص الملعب هيلعب وليد سليمان يقوم باداء او بمهام عبد الله السعيد اللي راح اعاره في الدوري الفنلندي. في منطقه الهجوم دي اللي ممكن يحصل فيها شويه تغييرات، طبعا جوني اجاي ناحيه الشمال، وناحيه اليمين هيكون احمد حمودي وليد ازارو وراس حربه. ممكن الكابتن حسام بدري يبقى ليه راي تاني، يبدا بباكا على حساب احمد حمودي ومروان محسن على حساب وليد ازارو. ده تشكيل النادي الاهلي لمباراته القادمه ان شاء الله في كاس مصر دور ال 16. بالتوفيق للنادي الاهلي في المباراه ديت، ويقدر النادي الاهلي زي ما نهى الموسم اللي فات وحصل على 3 بطولات، سواء الدوري الممتاز المصري وكاس مصر وبطوله السوبر المصري امام المصري البورسعيدي. ان شاء الله الاهلي يسعى للموسم دوت انه يحرز 4 بطولات، هيكون الدوري احرزه وان شاء الله كاس مصر، ويكون السوبر ان شاء الله، ويكون البطوله الافريقيه اللي غايب عنها بقالها فتره ان شاء الله. احب اشكركم، احنا خلاص قربنا نوصل ل 15000 مشترك، وده بسبب دعمكم لينا ودعم للقناه، وان شاء الله بسبب الدعم ده هنوصل وهنزيد وهنوصل ان شاء الله ل 50000. في النهايه لو الفيديو عجبكم اتمنى انكم تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا اشتراك على القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.